الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية للمنبر الإعلامي على المواكبة ديالو، وتنعتبر هذا المنبر أول منبر اللي ساندنا في المحن ديالنا، محن المتقاعدين ومتقاعدات وأرامل وأيتام شركة ليديك. فتحية إجلال وإقدار لهذا المنبر اللي تنظن أنه واكب جميع الوقفات ديال المتقاعدين والمتقاعدات اللي وصلوا الوقفة اليوم، الوقفة 84 على مدة تتناهز تقريبا سنة و8 أشهر ديال النضال ومزيد من النضال حتى تسترجع الحقوق. فكما يعلم الرأي الوطني والدولي على الحيف والحقرة اللي طالت المتقاعدين ومتقاعدات شركة ليديك، اللي قلت كما هذا وصلوا 84 وقفة من النضال على المستحق ديال زيادة 2011 اللي نعم بها صاحب الجلالة نصره الله في ظل حكومة عباس الفاسي. ولكن كان تآمر نقابي إداري على هذا المستحق، وسكوت الجهات الوصية على القطاع من أجل إنصاف هاد المتقاعدين اللي كان خاصهم في الوقت الحالي يكونوا مسافرين مع وليداتهم، مع الأحفاد ديالهم، مع الأبناء ديالهم، ولكن بداو تيناضلوا لمدة سنة و8 أشهر من أجل هذا المستحق اللي قلت أعطاه لنا صاحب الجلالة نصره الله، واللي طاولات عليه شركة ليديك عبر إحداث خانة الشؤم وخانة السرقة اللي هي خانة 105 اللي كانت في صفوفة الرواتب اللي تعملات بموازاة مع هذه الزيادة في سنة 2011 وكالت لنا الحقوق ديالنا في هذه الزيادة. لهذا تنطالبوا من الجهات الوصية باش تدير حد لهذه المعاناة ديال هاد المتقاعدين والمتقاعدات اللي تيعانيو. وحنا راه ما غاديش نتفاكوا على الحقوق ديالنا، الحقوق ديالنا مشروعة. كاين إثباتات سواء ملموسة عبر وثائق تثبت الأحقية ديالنا في هذه الزيادة والتلاعب ديال الشركة في هذه زيادة 2011. فاحنا عندنا ما يثبت وعندنا الإثباتات المادية والمعنوية اللي تتخول لنا هذا الحق ديالنا. بغينا نتحاوروا مع المعنيين بالامر ونفيدوهم بالوثائق اللي تتهم هذه الزياده ديال 2011 و 2023، ولكن ما كاينش. كاين تماطل وكاين كاين تآمر قلنا نقابي اداري. النقابه اللي كان المفروض انها تدافع علينا في هذا المستحق تتآمر على العامل وتتآمر على المتقاعد. وما زاد طلنا بالله هو الملف الصحي اللي هو ملف التطبيب، اللي ملف ديال التطبيب طاولوا لنا عليه. كان حنايا تنأديو اتوات في جوج صناديق، صندوق CMSS وصندوق التكميلي التعاضدي، من اجل ان يكون التطبيب شامل. ولكن هاد الناس طاولوني على هاد المسألة ديال التطبيب، وبالتالي حنايا ولينا تناضلوا على ملفين
ملف ديال الزياده ديال 2011 وملف الصحي اللي هو ديال التعاضديه. وهاد الناس كاين صناديق، 3 صناديق. كاين صندوق ديال المشاريع الاجتماعيه اللي تضخ فيه الملايير ما عارفينش المصير ديالها فين تتمشي، كما ان الصناديق ديال التطبيب 2 صناديق، صندوق ديال سماساس والصندوق التكميلي السامكاز تنعديو فيه بزاف الفلوس ولكن ما تنستافدوش منها. بغينا نعرفوا شكون اللي وراه هاد الناس، شكون اللي تيحميهم. بغينا المحاسبه. امرنا صاحب الجلاله نصره الله بربط المسؤوليه بالمحاسبه، ولكن هاد الناس نهبوا وخداو لينا فلوسنا، 2 صناديق الملايير المليارة ديال الاقتطاعات، ولكن لا حاسب ولا رقيب. بغينا المسؤولين، الناس المسؤولين يربطوا المسؤوليه كما قال صاحب الجلاله نصر الله، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وما مفكينش تنخذوا الحقوق ديالنا. وتحيه نضاليه للقنوات ديالنا. والنقابي ولا شفار